ورا ما كملنا تصفير مالت الارضيه، اليوم راح نبلش بالتطبيق البورسلين المتر بمتر للارضيات مال هذا البيت. طبعا بالبدايه جبنا الماده مالتنا اللي هي غنيه عن التعريف، ماده رويال ال 1054. المهم وبعد ما كملنا نشر قطعه البورسلين، هسه هنا راح ننشر طبقه ماده على الارض، ومن بعدها راح نطبق قطعه البورسلين. طبعا اليوم بهذا الفيديو راح اشوفكم نسبه الالتصاق لماده رويال ايش قد عاليه وايش قد قويه. راح تشوفون بنهايه الفيديو ليش احنا دائما نعتمد بالعمل مالتنا هذه الماده اللاصقه. المهم ومثل ما تشوفون قدامكم ورا ما كملنا نشر الارضيه، هسه هنا بلشنا وجبنا قطعه البورسلين وطبقناها بالارض، وبعد ما ضربناها بالهزاز هسه انا راح اشلعها. اريد احاول اشلعها على مود اشوفكم نسبه الالتصاق لهذه الماده. طبعا هنا منا بالقلم وبالشمشه وشلعناها، وشوفوا شلون بقت متماسكه بالارض، بقت متماسكه بقطعه البورسلين. اكو هواي مواد جاي يستخدمونها حاليا، اذا ردت تشلع القطعه بنفس الوقت راح تشلع من البورسلين، ما راح تثبت بالبورسلين او ما راح تثبت بالارض. فاحنا من بعد تجارب هواي نجحت عندنا ماده رويال بنسبه 100% وبها ضمان 25 سنه.